كنا نتمنى من أخوتنا العرب أن يشكلوا جيشا عربيا، قوة ردع عربية لتمنع هذا القاتل عن استمراره في القتل. أستاذ فرحان، لم نكن نريد لا أمريكا وتسقط أمريكا ويسقط كل عملاء أمريكا. أستاذ فرحان، عندما حدث ما حدث في سوريا، لا أنا أفضل قبل ما نكمل هذا الكلام، بما أنك غير مقتنع بنظرية المؤامرة، ولأن الخلاف في وجهات النظر خاص بأن أستاذ أحمد مقتنع بنظرية المؤامرة وحضرتك مقتنع أنها ثورة، ما رأيك في أن نشاهد الفيديو؟ لماذا سوريا عندنا تظهر الحقيقة. لماذا سوريا؟ حقيقة تظهر أثناء مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت بين رومني وأوباما. نشاهدها ثم نعلق. Opportunity for us because Syria plays an important role in the Middle East, particularly right now. Syria is Iran's only ally in the Arab world. It's their route to the sea. It's the route for them to arm Hezbollah in Lebanon, which threatens, of course, our ally Israel. And so seeing Syria remove Assad is a very high priority for us. We need to make sure as well that we coordinate this effort with our allies, and particularly with Israel. But the Saudis and the Qatari and the Turks are all very concerned about this. They're willing to work with us. We need to have a very effective leadership effort in Syria, making sure that the insurgents there are armed. And so everything we're doing in consultation with our partners in the region, including Israel, which obviously has a huge interest in seeing what happens in Syria, coordinating with Turkey and other countries in the region that have a great interest in this. يعني إذا ما كان الطرفان قد اتفقا فقد اتفقا على تدمير سوريا لصالح إسرائيل. يعني رومني وأوباما الاثنين قالوا نفس الكلام، إن عندهم نفس الحلفاء اللي هي تركيا وقطر، وإن الهدف هو تدمير سوريا ولصالح من؟ لصالح إسرائيل. يعني إذا كان الأمريكيون نفسهم يقولون هذا، يعني حضرتك كيف ترى وجهة نظر أخرى؟ يا سيدتي، أنا لا أنكر أن الغرب وأمريكا بطبيعة الحال لها مصالحها. طب أنا عندي سؤال بشكل مختلف. طب سؤالي بشكل مختلف. سؤالي بشكل مختلف. يمكن أنا مش عارفة أطرح السؤال بشكل صح. هل تعتقد إن بجد 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 أمريكا خايفة قوي على الشعب السوري وعايزة تخلصوا من ديكتاتور زي بشار الأسد؟ الجواب بالنفي. طب أمال إيه؟ بالنفي المطلق. بدليل أنها لو كانت طب ليه عايزة تتدخل؟ ما تقوليش الكيماوي، ما تقوليش الكيماوي، لان السؤال يوجه للامريكان. طب يبقى ما هو هنا بقى، طب لماذا توافق على تدخلها؟ انت لسه قايل دلوقتي اوافق على تدخل الشيطان من اجل انقاذ الشعب السوري. الشيطان في هذه المرحله او في هذه الحاله هي امريكا. اذا انت توافق على توجيه الضربه من اجل التخلص من نظام بشار الأسد. لماذا في رأيك أمريكا هتحشد وتعمل كل ده عشان خاطر تخلص الشعب السوري من بشار الأسد، عشان خاطر الديمقراطية، عشان العدالة الاجتماعية؟